التعامل مع أزمة منتصف العمر. لازم نعترف إننا بنمر بأزمة منتصف العمر عشان ده أول الطريق لحل المشكلة، وعلشان نتعامل مع الأزمة دي لازم نغير نمط حياتنا، نشقلبها يعني بس بطريقة كويسة. لو مش بتلعبي رياضة ابتدي تلعبي رياضة، حتى لو هتتمشي يوم ويوم. نغير طريقة أكلنا ونخليها هيلثي، ما هو ده اللي هيقلل من علامات العجز اللي مضايقانا، وهو برضو اللي هيخلي شكلنا شباب أكتر. وبمعنى أدق هنحط صحتنا ضمن أولوياتنا، ندور على هوايات جديدة نكسر بيها مود الملل ونحس وقتها إن لسه في جديد دايما. نبتدي نكتب كل الحاجات الحلوة اللي مرت في حياتنا وكل هدف كان نفسنا فيه وحققناه ووصلنا له، وده هيثبت لنا ان حياتنا ما عدتش كده وخلاص، وان فعلا كان نفسنا في حاجات ووصلنا لها. ابتدي اكتبي عن الحاجات الحلوه اللي في حياتك، عن الاهل، عن الصحاب، عن المواقف. ده هيحسسك بالامتنان والتقدير لكل النعم اللي عندك. هنعيد تقييم العلاقات اللي في حياتنا ونتخلص من كل علاقه بتاذينا او ترهقنا نفسيا، وهندور على ناس تشبهنا نحس معاهم بالامان. واهم حاجه ان احنا نقدر كل احساس بنمر بيه في الفتره دي ونبطل جلد ذات. ولو ما قدرناش نتحكم في مشاعرنا وقت ازمه منتصف العمر لازم نروح لطبيب نفسي علشان يساعدك انك تتخطي المرحله دي. ولو لسه عندك خوف وشك من فكره الطبيب النفسي، اسيب لك لينك حلقه الصحه النفسيه في البايو وفي اول كومنت.